سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادا انا وراجلي وولدي الصغير لدبي لواحد المعرض. هذا المعرض هو خاص بأي حاجة متعلقة بالبنيان، يعني من المهندس من المقاول اللي غيبني ليك، الديكور، المهندسين الديكور، الموالين البيبان والكوزينات والزليج، الإضاءة، الصباغة، كل شيء تقريبا. فجايين ناخدو فكرة بما انه حنايا ديجا كنطلع في الساس، يعني ما محتاجاش لا مهندس ولا مقاول، مي محتاجة نشوف أفكار وأشنو خارج في الصباغ، وشنو كاين في الصباغ الخارجية، وشنو كاين في الديكور، وشنو كاين في الجديد في الإضاءة وفي البيوت الذكية. جايين نشوف واحد الشركة عارفينها حنايا، مي جايين ندوي معاهم يعني. كاينين هما غير في دبي، بغينا نديرو يعني استشارة يشرحوا لينا وداكشي. هي هاد الشركة ديال البيوت الذكية كتحكمي في الدار من برا بالتليفون، تخدمي المكيفات بحال دابا كنتي مسافرة نسيتي شي حاجة شاعلة وانتي برا طفيها، فيها نظام كاميرا وكلشي كتحكمي فيه من التليفون. هنايا خديت لولدي دونات، كنت واخداها ولدي الصغير معايا، وخديت ليا قهوه. المهم هنايا راجلي كيدوي مع موالين الديكور ديال برا للدار. انا هنا كنشوف هاد الصباغ جداد ديال هاد لا مارك، مخرجين صباغ جداد سميتهم اريبيا. هادو شركه تاع الديكور، هادو تاع الحجر الطبيعي كيتركب برا وداكشي. وهذه شركة ديال الإضاءة خارجية، كتوريك كيفاش الأشكال ديال الإضاءة برا، كيفاش يمكن ديرها، كيفاش الألوان وداكشي متوفر عندهم. هادو شركات الديكور تقريبا كلهم لهنايا. حنا دابا غندوزو على واحد الشركة ديال الكوزينات والبيبان، ووحدة تاني ديال غرف الملابس. هذه شركة ديال الديكور، الكبس ديالهم زوين بزاف وداكشي. خديت كلهم العناوين ديالهم لان كلهم مكاتبهم في دبي تقريبا كلهم، والشركه. ف دزت بحال هكا شفت شنو عندهم وهذا باش ما نتعطلش. خديت العناوين وداكشي ومن بعد ندخل على هذا الانستغرام، نشوف البروفايل ديالهم، نشوف الشغل ديالهم. من بعد لا عجبوني نعيط ليهم، ناخذ معهم موعد ونمشي نشوف الشغل ديالهم على الواقع. صراحه انا ضروري نشوف الفيلا على الواقع، نشوف الخدمه ديالهم كي دايره، ماشي غير بتصاور. هنايا هاد الشركه جينا نشوفوا عندها الكوزينات، حتى هي باغمي الشركات اللي كنا شايفينهم سامعين عليهم. مي ملي جيت ما عندهمش كوزينات تاع الخشب، كيتعاملوا غير بالالومنيوم، والبيبان ديالهم زوينين صراحه. مي الكوزينات انا ضروري يعني باغا كوزينه ديال الخشب لداخل. اللي برا اوكي ديال التكرفيس ديال الخدامات داكشي عادي، مي اللي لداخل باغا ليا بغات حد يقيسها، فباغا تكون شي حاجه الخشب زوينه. هنا هذا المشروع لونشاو هنايا دي زابارتمون في الشارقه. المهم راه دزنا لواحد شركه اخرى هنايا ديال غرف الملابس والبيبان تاعي والخشب، مي ما صورش الصراحه. وشفنا واحده تاع السيراميك وصافي. دابا درنا دوره سريعه صافي غنخرجوا. المعرض صراحه ماشي كبير بزاف، وماشي كل شي الشركات مساهمه فيه يعني الواحد كياخد فكره شنو خارج الجديد في الارضيات، في الخشب، في الكوزينات، في غرف الملابس، في الاضاءه، في الصباغ، بحال هكا يعني. كانت جولة سريعة، واخا المعرض صغير ما كبيرش بزاف، ما قدرنا نستافدوا بزاف الحوايج منه. المهم البنات، حنا دابا خرجنا من المعرض، عرفتوا صوتي راه تيحيدته من الفيديو، مسحته وعاودته تاني ما كيتسمعش، ما كاينش فايده. صوتي ماشي تقريبا يعني مشى ولا مغنغن، ما عرفت كي ولا، ما عرفتش من مرضى لمرضى، من رواح لرواح، مش قلت عليكم.
فصوتي خرج ما كيتسمعش، وعاودت كنسمعو باقي مغنغن لاني باقا مريضه، فسمحوا لي على هذا الصوت. المهم دابا غادي نتغداو باش نرجعوا لابو ظبي، لانه هذه تقريبا شحال تقريبا 3 ولدي غيخرج مع 4:30 اليوم. المهم غنمشيو دابا نتغداو في واحد المطعم بوسني كيحل غير في القريه العالميه، مي دابا ولا عنده محل ثابت في الجميره ديما كاين. المهم حنا وصلنا دابا وهذا المطعم نفس الديكور كما كيديروا كل عام في القريه، غير هو محل صغير. طبعا غنجلس لداخل لان برا الصهد باقي عندنا شويه الصهد، باقي ما بردش الحال. صباح الخير عليكم. اليوم فقت انا معطله صراحه، ولدي عنده عيد ميلاد والمعلم يلا سال لي الحصه شويه معطل، فجايين دغيا تعطلنا. المهم احنا وصلنا الفوق، عنده العيد ميلاد في البولينغ، فغيمشي ياخد الصباط ديال البولينغ وغيبدا. المهم تعطل عليهم تقريبا بواحد دميغ بحال هكاك، ماشي مشكل. دابا غنخليه هنايا في العيد ميلاد انا، وغنمشي ندير دويره في المول واجيو معاه. دخلت هنايا هاد الطبقه اللي فيها العيد ميلاد، فيها كل هاد المحلات تاع الدراري الصغار لي بيبي وداكشي. ودخلت كندور، دخلت هنا بحال دابا هنا دخلت الاوكايبي كنشوف شنو الكوليكسيون اللي جابو ديال الشتا والتريكوات وداكشي للسفر. صراحه احسن الحويجات اللي كاينين هما تاع البنات. محل تويزاراس هو الكبير ديال الالعاب هنايا في المول. باش باغا نقلب على شي لعبه ديال ليغو للدري تاع مول العيد ميلاد، لان ما خديتش ليه الكادو باقي، كانش عندي الوقت. قلت لولدي غنديك العيد ميلاد وانا غنمشي ناخذ لك الكادو للدري، لانه هو عارف اشنو باغي يشري لي، قايبه نشري ليه ليغو صافي. وغناخذو ليه دابا وكندور نشوف لك كاينه شي حاجه لولدي الصغير، لان عندهم هاد المحل كلشي عندهم من الصغير حتى للكبير. المهم درتو ساليت، دابا كنتسنى غير ولدي عيط لي قال لي باقا ما سالاتش الحفله. قلت صافي تيسالي الحفله وندوز ناخذو نعطيه الكادو ديال الدري. وقعدت نشرب كافي.
المهم سالا الحفله وجبتو هنايا باش يتغدى. قلت نغديهم عاد ندوز للكارفور نتقدى شي حوايج خاصني للدار ونرجعو. وصلت للدار ولقيت هاد الاراميكس واصل. هذا ديال الاراميك. قلت ليها هذا ديال من قالت لي ديال سير. حليت شفت السميه قلت ليها علاش خلاه هنا هو الفوق. قالت لي راه انتي خصك تحليه كاع. قلت لها والله سنحلو معكم. قلت لها شدي لي التليفون ما عرفاش تشدو. قلت لها شدي التليفون وانا نشر. قالت لي ميكا دابا صوريني وانا كنحلها. عرفت راه شي حاجه ليا مني قال لها خلاها هي تجي تحلها. وسمعت هادو سمعت زادت الهواوي. هذا ما عرفتش شنو هو يمكن ديالهم. نطلع نسولو دابا. دار لي مفاجاه زعما. هي هادي هكا كتجي السماعه كي تحل هادشي ما عرفتش. هادي كيف قسوني هاد الكرتونات. هكا خصني نجرب هادي شكلهم زوينين دايرين بحال سماعه الابل غير هما دايرين ما كاينش شي فرق كبير. هكا دايرين صافي كتشارجيهم كديهم معاك. زوين شكلهم مدور والبيض زوين الحمد لله ما جابش يكحل. المهم هذا شارج اللي كتحط عليه السماعات الفوق تشارجيهم الا كتحط عليهم التليفون عليه التليفون اي تليفون ماشي ضروري يكون نفس الهواوي عادي الابل كيتشارج عليه. المهم مشكله ثاني مع الكرتونه ما عرفتش كي ندير تنحلها. ديجا شاده التليفون تنصور الا جبت ستاند وحطيت حدايا التليفون بستاند واقف غيجي يشوف ولدي ستاند غيجي يبغيها. داكشي علاش ما نقدرش نصور بستاند هو معايا. المهم ها هو كيجي هكا مدور صغيور تحط عليه اي تليفون عليه السماعات وهو تيتشارج من هنايا وتخرجيه معك مشارجي بحال هكا دويويره. زوين احسن من الباور بانك وهزي الخيط ديالها وداكشي. ها هو الشارج ديالو والخيط ديالو ديال الشارج. فهو ماشي بحال الباور بانك تخشي فيها الخيط تخشي في التليفون لا كتجي تحطي فوق منه فبحال هكا تخرجي معك غير دويويره الا ما عندك السلك وداكشي. زوينه صراحه. واخا انا ما كيعجبنيش هادشي. كيعجبني الشارج ديريكتي في الدار. هادشي تحط الفوق وهذا كنحس بيزار يعني كيفاش غيشارجي كتخشي راسي.